رمضان صبحي كان يقدر يروح اي نادي خليجي وبمستواه وقتها هيلاقي 50 عرض وهياخد نفس الفلوس، لكنه اختار النادي اللي فيه عداء شخصي ورياضي مع النادي الاهلي. كان في الف حاجة ممكن يعملها حتى بعد قراره ويحافظ على باب الاهلي مفتوح، لكنه قرر يعمل كل حاجة تقفل الباب ده. رمضان عايز يرجع الاهلي لانه من البداية عارف ان بيراميدز دي مرحلة تجميع فلوس، فبعد 5 سنين كاملة هو خلاص شايف ان المرحلة دي انتهت وبيحن للظهير الجماهيري. رمضان في 129 ماتش مع بيراميدز سجل 34 هدف وصنع 23 هدف، ودي ارقام جناح متوسط في فريق منتصف جدول، وكده نكرمه. ده غير الارقام التفصيليه. رمضان ما سابش ذكرى حلوه او لقطه حلوه وهو ماشي، ما سابش الباب موارب، بالعكس خرج بكل ثبات يكلمنا عن المنطق والعقل والحريه في الاختيار والاحتراف. وبالمنطق والعقل والاحتراف في خلال 4 سنين ما قدمش فنيا اللي يخلي عيني تزغلل وافكر مره واتنين وابقى هموت عليه. احنا قصاد لاعب بيحاول ينقذ المتبقي من مسيرته ويعمل لنفسه ظهير جماهيري. الكلام الحالي ده لو كان بعد سنة او 2 كنت هقولك هي مشاعر حقيقية، لكن بعد 5 سنين اكتر لاعب حبيته في الجيل الجديد، بس هو كان حكاية وخلصت، وكان دي من الماضي.